عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين نتوما هانيين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم غنوجد معاكم ان شاء الله ميني باغيط معمر. ميني باغيط معمر، عماره زوينه رائعه ومكوناتها بسيطه، والمقادير كلهم موجودين عندك في الدار، ما غتكلفك حتى شي حاجه، وحتى العجينه سهله وبسيطه وكتجي قطنيه ورطبه وتيجيو زويونين ورائعين، وحتى المذاق ديالهم كيشهي. بلا ما نطول عليكم في المقدمه غادي ندوزو ان شاء الله الحشوه هي الاولى، ومن بعد منها العجين. كما كتعرفوا البنات، الحشوه دائما كنضيفوا لها البصله. عندي هنا البصله، راني صورت المقدمه ديال الحشوه ولكن ما تصورات ليش، ما نعرف شنو وقع. عندي هنا البصل 3 ديال البصلات، كنستعمل البصله الخضاريه. عندي فلفله خضراء وفلفله الوان، وعندي الزيتون مقطع وصدر ديال لدن ولا صدر ديال الدجاج. كنضيف كلشي في خطره البنات، وكنضيف معاهم الزيت والملحه فقط. كنبدا نحرك المكونات ديالي فوق نار مهيله حتى كيطيبوا وكتنزل، وكنحك عليهم واحد 2 ولا 3 ديال الجزرات محكوكين بشكل طولي. كنبدا نحرك مزيان باش تبقى الحشوه محافظه على الالوان ديالها، ما كنضيفش العطريه في الاول حتى طابت الحشوه ونزلات. عاد ضفت العطريه البنات كما شفتوا، ضفت هنا التحميره وسكينجبير والعطريه ديال الكفته. كنبدا نحرك المكونات ديالي حتى كينشفوا من الماء، ما كيبقاش الماء. اللي عندها زيت الزيتون تقدر تضيف زيت الزيتون، اللي ما عندهاش تكتفي بزيت المائده. كنبداو نحركوا الحشوه ديالنا، وحتى بالنسبه للملحه كنضيفوا الملحه حسب الذوق، لان العجين فيه الملح كنضيفوا الملحه على حسب الذوق. كنبدا نحرك البنات حتى كتنشف الحشوه، ما كيبقاش فيها الماء باش ما تقطعش لينا العجين. ضروري كنحركوا حتى كتنشف. انتم البنات الحشوه باقين الالوان ديال الخضر ديالنا باينين وما تالفينش. دابا كنطفي عليها من بعد ما نشفات وكنردها على جنب. بالنسبه للعجينه البنات، العجينه هنا ما صورتهاش، نسيت حتى بديت كنخدم عاد تفكرت كنت مزروبه مع الجو ديال رمضان والحال مشى، ما الوقت ما ساعدتنيش باش نصور العجينه من الاول، غير سربيتها. بالنسبه للعجين عندي 5 د الكيسان ديال الفرص الحلوه و2.5 ديال الفينو. العجين كنضيفوا لها الطحين ديالنا، كنضيفوا له معلقه ديال الخميره المعجونه، ومعلقه كبيره ديال السكر، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وواحد شويه ديال الزيت، وكنعجنوها بالحليب. خصها تكون رطبه، واش العجين خص تكون لين، ما يكون شويه كيتلاصق في اليدين. من بعد كنخليوها ترتاح مزيان، وعاد كنهزوها وكنكوروها بهذا الشكل هكا. كويرات يكونوا صغيورين البنات، كويرات بحال الحجم ديال مشماشه. كندهنوا سطح العامل بالزيت، غير شويه الزيت باش ما تلصقناش العجينه في يدينا ولا على سطح العامل، وكنبداو نشتغلوا. العجينه من بعد ما كترتاح وكنطلقوها على شكل طولي، وكنبداو نطويوها على الحشوه بهذا الشكل هكا. انتم البنات بهذا الشكل هكا كنطويوها، كنسدوا لها الجهه الفوقانيه باش ما تفرقعش لينا في وسط الفران. من بعد ما كنسالي العجين ديالي كامل بهذا الشكل هكا بحال الباغيط، كنستفو في اللاطه اللي فرشتها بورق المطبخ، وكنعاود كندهنهم المره الاولى والمره الثانيه بيضه كامله مع صلصه الصوجا، ولا اللي ما عندها صلصه الصوجا كتضيف نيسكافي، قهوه سريعه الذوبان. كندهنهم 2 مرات باش كيشد فيهم اللون، وكنفلحهم. كنجيب موس ماضي وكنبدا نفلحهم بحال هذا الشكل هكا، ولا زيزوار، المهم الموس يكون ماضي. كنبدا نفلحهم بهذا الشكل هكا كاملين. كنديروا 4 ديال الشرطات ولا 3 على حسب داكشي اللي يبان لكم نتوما. من بعد البنات ما كنفلحوهم كاملين، كنجيب البافو بحبوب الخشخاش او الزنجلان او داكشي اللي متوفر عندكم، كتزينوا به الميني باغيط ديالكم. فهاد اللحظه انا شاعله الفران على 200 درجه من الاسفل البنات. خصكم تخليوه يسخن مزيان، وكل واحد على حسب الفرن اللي عنده.
انا الفرن ديالي كبير 70 لتر، كنخليه يسخن مزيان من الاسفل، عاد كندخل اللاطه ديالي باش طيب. من بعد ما كنزينها غادي ندخل الطاوه للفران وغادي نخليها طيب. غادي نخلي العجينه حتى تنشف مره كنطلع عليها باش كنشوف العجينه نشفات، كنعاود نشعلو من الفوق، كنشعلو من الفوق ومن الاسفل، كنخليه شاعل من الاسفل وكندور للجهه اللي فيها الشعله من التحت ومن الفوق. كنخلي الميني باغيت ديالي يطيبوا مزيان وعلى خاطرهم حتى كيتحمروا وكيجيونا بهذا الشكل هكا اللي كتشوفوا، كيجيو زويونين ورائعين البنات. راه الا ذقتوهم غادي توليو مدمنين عليهم وما تشبعوش منهم. كيجيو رطيطبين وهشاش وكيذوبوا في الفم، وحتى العجينه البنت تيجي هشيش ورطب وزوين بحال الا درتوهم بعجين مورق. ها هو التقديم النهائي ديالهم البنات في هذا الشهر المبارك، عفوا في هذا الشهر المبارك. تقدروا توجدوهم الماء وتحطوهم على مائده الافطار. انا صورت معكم مائدتي المتواضعه وكتضمن هذا الميني باغيت هذا اللي وجدت معكم، وبيتزا ان شاء الله اللي مازال غادي نحطها، راني صورتها ومازال ان شاء الله عاد كنوجدها وكنمونطيها باش نشاركها معكم. كنتمنى هذا الفيديو او هذا ميني باغيت ينالو اعجابكم. ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك في القناه الى عجبكم هذا المحتوى هذا،